بإصرار عضو اللجنة التحضيرية لموضوع السياق والمبررات وصياغة مشروع حزب النهضة المغربي. تفضل. ملامح المشروع اولا تنتبنى تمغربيط. تمغربيط ليست شعارا كما قلنا، وانما هي بحال مرجعيه تسري في دم وفي جميع اعضاء هذا الجسد الحزبي وروح الحزب ديال مشروع حزب نهضه تمغربيط، فيما هو اقتصادي اجتماعي ثقافي الى اخره. يعني تمغربيط كتلقاها في كل شيء. المساله الاولى. المساله الثانيه هو الديمقراطيه الاجتماعيه اللي هي كتجسد واحد التكامل بين المنطق الليبرالي والاشتراكي. الليبرالي من اجل تحفيز يعني الاستثمار الخاص من اجل خلق الثروه، لان حنا ديما تنقولوا خاصنا نوزعوا الثروه، ما بلاتي بعدا خاصنا نخلقوا الثروه عاد نوزعوها. اش غنوزعوا؟ اذا خاصنا تحفيز ديال الاستثمار الخاص، المقاولات الصغرى والمتوسطه والمقاولات الكبرى من اجل يعني خلق الثروه. وهذه الثروه يتم توزيعها بشكل عادل طبقيا ومجاليا، من خلال اولا توفير تعليم مجاني للجميع وبمستوى عالي، وكذلك من خلال خدمات صحيه مجانيه وفي المستوى المطلوب، ومن خلال توفير تشغيل للشباب. هذه هي المسألة المهمة، وتعزيز الحماية الاجتماعية. وهذه هي تقريبا النقاط الأساسية في المشروع. شكرا للناس اللي رشحوا لي هذا المنتدى هذا حميد وفؤاد والمجموعة كلها. قصير عندكم واحد القصة صغيرة من تعرفون جد هذا الجيل. أنا كنت مع هذا الحزب وكنت شجعه بقوة. كنت 25 سنة نعيش في ألمانيا. كنت في الأول يعني إحنا مغربة بلد جبر بوحدة مع الناس مع الناس ثلاث. دخلت في عمل الجمعوي، عمل سياسي، كممثلة تجارية، كرئيسة جمعية. لاحظت يعني السنوات كلها واخا الكلمات اللي ديالها واخا المناصب اللي ديالها في ألمانيا ما كانتش غادي ترجع تحدثت حسينا بالغرباء وبلاد الغربة. يعني هنا دائما كنظن نعيشوا الثقافة ديالنا وليداتنا غرباء في أوروبا فهما. يعني أنا عندي بنيات جوج بغيتهم يترباو على الطريقة المغربية، خاصهم يعرفوا الصيدية، يعرفوا يهضروا باللغة. بغيتهم يرجعوا للتكنولوجيا نهار التكنولوجيا. المشروع جاء في بلاد 22 سنة، بالتالي 20 سنة يدير مشروع هنايا في المغرب. وبالنسبة لي أنا خدامة بمجال النسائي، سامية رائد جمعية نسائية في ألمانيا كل أعمار. يعني ولكن أنا هدفي نساعد المرأة اللي في المغرب. كنت قبل في ألمانيا كنت عضوة بجمعية حقوق المرأة والطفل. يعني العمل الجمعوي بالجد ديالي وبغا نقول أن النساء ديالي ومياه ديالي أنهم يكونوا هاديهم ويكونوا مستقلين ويديروا غاية يكونوا ثقة بالله. لأن الثقة بك هي كل شيء. في إنسان ما عندوش ثقة بنفسه ما يجيش يتقدم ما يجيش يتقدم. وشكرا لكم. وأنا بقول التلفزيون تقريبا لأنه إصابة الحدث كانت إفريقيا. وشكرا لكم كنت الناس خير. نحب لكم الأخت فوزية حمود من مدينة مانهايم ألمانيا، ناشطة سياسية واجتماعية. اليوم كنت واجد هنا في هذا اللقاء المتميز، تعريف بحزب نهضة تمغربيط اللي كنفتخر بالانضمام لهذا الحزب، وكنتمنى يكون واحد النجاح ليه، وكنتمنى أنه يكون جميع المواضيع ويكون تكون يعني الفعل ماشي غير الكلمة الكلام. يعني أنا شفت واحد يعني الكلمة من أمريكا، واحد طالبة والبنت صغيرة كتقول حنا ما بغيناش كلمة بلا بلا، بغينا نحققوا أشياء في الواقع، بغينا نتعاونوا، بغينا نكونوا يعني الأذن الصاغية واللي كتعمل لصالح البلد ديالنا. وشعارنا دائما الله الوطن الملك. أولاً الإصلاح الجذري للتعليم من خلال ترسيخ القيم التمغربية والهوية الوطنية مع تطوير العقد النقدي والانفتاح على العلوم والتكنولوجيا والروابط منظومة احتياجات سوق الشغل ودعم البنية التحتية في المناطق القروية. ثانياً تعزيز الاندماج الاقتصادي
من خلال دعم رياضات الأعمال وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاقتصاد الأخضر والتسيير التمويل ومواكبة المقاولات الشبابية. ثالثا، الاشتراك السياسي الحقيقي يتطلب إصلاح في اتجاه تعزيز الديمقراطية الداخلية وتجديد النخب على الكفاءات وفتح المجال أمام الشباب للمشاركة في صنع القرار عبر الآليات الديمقراطية والتشاركية. رابعا، التأطير الرقمي والثقافي، تكوين الشباب وتأطيرهم في الفضاء الرقمي لمواجهة الحملات العدائية والاستيلاء الثقافي مع تعزيز تكوين في اللغات والمهارات الرقمية. الهدف النهائي هو بناء أجيال جديدة مسؤولة تنخرط بشكل أقوى في التنمية، أجيال متشبتة بهويتها قادرة على الانفتاح والمسؤولية على العلوم إلى جانب الإصلاحات الهيكلية في مجالات التعليم والتشغيل والمشاركة في الانفتاح والمسؤولية على العالم، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية في مجالات التعليم والتشغيل والمشاركة السياسية. يولي حزب نهضة التمغربيت أولوية كبيرة لحماية الشباب من آفات الاستيلاء الثقافي والفكري التي تهدد هويته الجماعية وتفكيك ارتباطهم الوطني. لا يمكن مواجهة هذه الظاهرة إلا عبر مقاربة وقائية شاملة تعيد تفعيل وتجديد دور جميع المؤسسات الاجتماعية في بناء جيل منيع واعٍ بذاته منتمي لوطنه منفتح إيجابيا على العالم. وتتجسد هذه المقاربة في النقط التالية: الأسرة يجب أن نجعل منها نواة لأساس لغرس قيم التمغربيت من الانضباط والتضامن، التسامح، الاحترام، الاختلاف وحب الوطن.